مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده كده جايبه لكم ريفيو عن عجان جميل جدا جدا. بجد يا جماعه انا كان نفسي من زمان ان انا اجيب عجان وكده، لان بتاعي صغير اللي انا بعمل بيه معاكم بقى الكيكات والطرط والحاجات دي. فبصراحه كانت الاسعار غاليه جدا جدا جدا. فطبعا لقيت عرض كده عند معرض كبير. هقول لكم بقى ايه المعرض ده فين وجايباه بكام وكل بقى التفاصيل. ده عجان دريم منتج مصري. انا ما طلعتش اعمل لكم ريفيو عنه غير لما جربته، وهتشوفوا في اخر الفيديو هوريكم التجربة بتاعتي معاه. ده عجان دريم 800 واط، ومعايا سعة الحلة بتاعته 4.5 لتر. بجد العجان ده يا جماعة جميل جدا جدا. انا كنت شفته كده من فترة وكان سعره رخيص، وقلت لا ده غالي وكده، فانا قلت بقى اما اصبر وبتاع. فطبعا ما جبتوش ساعتها. وطبعا الاجهزة انتوا عارفين بقى الاجهزة غليت جدا جدا جدا، وبقت اسعارها مبالغ فيها الصراحة. فلما لقيت ده كده عجبني سعره وماركته جميلة جدا. ماركة دريم دي ماركة مصرية. والحلة بتاعته سعة 4.5 لتر، فجميلة جدا. ومعاه 3 أسلحة للخفق والعجن، ومعاه ضمان تقريبا سنة أو سنتين ضد عيوب بقى الصناعة والكلام ده كله. أنا طبعا العجان ده جربته، كنت بعمل كيكة للأولاد وكده يعني. بصوا القطع بتاعته دي، القطعة اللي هي مانع ان الدقيق يعني يطرطش بره وكده، فلازم نركبها كده بالراحة ونسمع صوت التكة. فانا بركبها كده معاكم. ودي الحلة كده بتاعته، جاي معاه بقى ال3 أسلحة دول. ده السلاح بقى بتاع البيض والكيكات والحاجات الخفيفة، وده بتاع المعجنات. ومعاه سلاح تالت اللي هو بتاع بقى لما يكون مثلا هنعمل كيكة بقى وفي سمنة وفي سكر، مثلا نضرب بالسمنة مع السكر، ندمج بقى الحاجات دي كده مع بعض. انا هركب معاكم كده السلاح من الأسلحة وهجربه معاكم. بصوا بندخل كده السلاح ونسمع صوت التكة بتاعة العجان، ونقفل كده في زرار على الجنب بنقفله. بصوا ده كده العجان بقى بتاعنا، وليه بقى سرعات كذا سرعة. في الأول مثلا بنشغله على السرعة البطيئة، وبعد كده بنبتدي بقى تدريجيا نعلي السرعة بتاعته. أنا جبت اللون الأبيض، في منه الأسود، هما لونين الابيض والاسود. فانا بصراحه جبت اللون الابيض، قلت عشان عندي برضو الكبه بيضه وكده، فالاتنين يعني يمشوا مع بعض. بصوا دي كده الزرار بتاعه، وزرار القفل والفتح، والزرار بقى اللي بيفتح لك المكان بتاع الحلل. ودي بقى السرعات بتاعته. بجد يا جماعه من اجمل العجانات. انا كان نفسي بصراحه من زمان اجيب عجان، لان بتاعي بقى كان صغير جدا. لو راجعتوا في الفيديوهات كده اللي كنت بعمل معاكم فيها كيكات او طرق، كان صغير. وطبعا بقى بقى له فتره معايا، وكتر خيره برضو التروس بتاعته بقى ابتدت تعمل معايا. فانا قلت اجيب بقى عجان. فلما لقيت ده عليه عرض وكده، ده يا جماعه انا جايباه من سنتر شاهين فرع اكتوبر، اللي هو ورا بعد مكتبه جامعه 6 اكتوبر. هو يعتبر في ظهر كده جنب البنك الاهلي، في ظهره كده في الشارع اللي في ظهر البنك الاهلي، اسمه سنتر شاهين. ده الفرع اللي انا جبت منه. عامل بقى عروض وخصومات على كل الاجهزة وعلى جميع الحاجات اللي موجودة عندهم، والادوات المنزلية كلها. الاجهزة بقى الصغيرة والكبات والحاجات دي، عاملين بقى عروض حلوة جدا جدا. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. انا ركبت برضو القطعة التانية اهو، بوريكم بقى ده السرعات بتاعته. بجد يا جماعة العجان جميل جدا جدا. انا ما طلعتش اعمل معاكم بقى ريفيو غير لما جربته بصراحة. قلت اجربه الاول واعجن فيه واعمل فيه، على اساس ان انا ان انا لما اكلمكم عن المنتج اللي انا جبته اكلمكم عنه بثقة، وان هي حاجة منتج مصري نضيف وجميل بالنسبة للفئة السعرية بتاعته. ده يا جماعة كان عليه عرض وخصم. كان الأول ب4000 وحاجة، لقيت عليه عرض كان نازل ل2499، يعني 2500. وده سعره بالنسبة للأجهزة التانية اللي أنا شفتها بصراحة، خمسات وستات وسبعات وكده، ماركات برضو مختلفة. فده بالنسبة لسعره عجبني جدا. والحلة بتاعته بصوا استانلس، من الاستانلس النضيف.
فجميلة جدا والوعاء بتاعه كويس جدا. ده بقى السلاح اللي قلت لكم بتاع الكيكات بقى والحاجات الخفيفة والسكر والكريم شانتيه والكلام ده كله. ودي بقى الغطا بتاعه اللي هو مانع للطرطشة. ده بقى كده عاملين له حاجات من تحت عشان قاعدة، عشان بقى وانت بتعجني او بتعملي ما يتزحلقش او يتحرك، بيبقى ثابت معاكي على الرخامة بتاعتك وانت بتشتغلي. بصوا دي بتتفك كده بكل سهولة. واهم حاجة بقى ان احنا بعد ما نخلص بنغسل بقى الوعاء والاسلحة ونسيبها بقى تتصفى او ننشفها. والجسم الخارجي نمسحه يا جماعة بفوطة كده مندية، مش نقعد نغسل بقى فيه بليفة او بسلكة عشان ما نبوظش الجسم بتاعه. وكل ما نحافظ على الحاجة، والله يا جماعة مش بغلو او رخص الحاجة، احنا لو حافظنا على الحاجة. بصوا ده كده الوعاء بتاعه، ده الغطا اللي هو بيبقى منع بقى لطرطشة ايه الدقيق والكلام ده كله. كل بقى ما حافظنا على الحاجة بتاعتنا هتقعد معانا. انا صدقوني كان عندي العجان الصغير ده وكان جميل جدا وشغال معايا زي الفل ومقضي لي الغرض وكده. بس بقى مع الوقت، وانا طبعا كنت محافظة عليه، مع الوقت بقى لقيته ايه، ابتدى بقى يترس صغير، فعايزه اعمل حاجه اكبر، عايزه اعجن بقى معجنات فيه بدل ما بعجنها على ايدي او كده. كانت القوه بتاعته برضو ايه، يا دوبك بتعمل كيكات، بتعمل تورت، الحاجات دي. فانا قلت ايه، قلت بقى اجيب واحد يسعف وينجز معايا لو هعمل بقى ايه، بالذات للاولاد، فطاير، معجنات، قرص، هعمل بقى كيكات، هعمل تورت، فايه بينجز ويسعف معايا. وجميل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. دي القطع بتاعته زي ما قلت لكم، معاه 3 اسلحه والحله والغطا والموتور بتاعه، وليه كذا سرعه زي ما انتم شايفين. هنا بقى ده كنت بعجن فيه كيكه للاولاد. بصوا يا جماعه السرعه بتاعته جميله 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 زي ما انتم شايفين كده، وكويس جدا. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ويا رب بقى الريفيو يكون عجبكم. بحبكم جدا. باي باي.